لكن يبدو ان الكابتن حسام فضل انه يستنى وغير كل لعيبته، ودي عرضيه جول. جول مؤمن زكريا، بدايه للنادي الاهلي الدقيقه الاولى. مؤمن زكريا الهدف الاول للنادي الاهلي. الكره العرضيه على طول بتقع من الحارس، ومؤمن زكريا الصياد في الميعاد وبيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني. مؤمن زكريا هنشوفها في الاعاده، وادي السعاده والفرحه، ما احلى الفرحه للهدف واللاعب. ادي لعبه ابن الاول، وادي العرضيه، ادي السوليه لعب، وادي من ناحيه اليمين ديتفت لعب العرضيه، رضا وقعت من ايده، وفي الميعاد مؤمن زكريا وهدف اول للنادي الاهلي. ادي السوليه وادي ديتفت عدى من شديد لعب العرضيه، رضا السيد تقع من ايده، وفي الميعاد مؤمن يجيب الهدف الاول. هنشوف بعد هذا الهدف النادي الاهلي هيفكر في ايه، وادي البدري والفرحه، وهنشوف كابتن عماد النحاس فكره ايه. واحد الاهلي لا شيء اسوان، وتاني الكوره مع مين اللي هيلعب؟ هل وليد باليسرى ام عبد الله باليمنى من فوق الحيطه؟ الاثنين بيفكروا في الزاويه الضيقه الشمال، الاثنين من فوق الحيطه بيفكروا. هنشوف هتتلعب ازاي. هل وليد هيصلح لعبد الله؟ هل هتتلعب مباشره؟ هل فيها جمله هتتعمل عشان زحزحه الحيطه؟ هنشوف ونتابع. ادى معروف الاذن والشكل كده، وليد وحلوه وجول. بقول لحضراتكم هيلعبها في الزاويه اليسرى، هو فعلا من فوق الحيطه وليد سليمان، والهدف الثاني وليد سليمان في الدقيقه 30. وليد سليمان في الدقيقه 30 وتقدم للاهلي 2-0. بقول لكم اعزائي مشاهدي نهال سبورت قبل اللعبه، هل هيلعب وليد؟ هل هيلعب عبد الله؟ الاقرب وليد، والاثنين هيلعبوها في الزاويه اليسرى، وبالفعل بتتلعب حلوه ومهاب سعيد التغيير الثاني. ادي اللعبه وليد ورضا السيد، وهدف ثاني للنادي الاهلي. ما نشوف مهاب سعيد التغيير، نزل مهاب سعيد رقم 20. تاني تغييرات نادي اسوان مهاب سعيد. هنشوف وادي سليم